الشامبيونز ليج الجديد. الهلال بنسخة ماضية بعام 2003 كان موجود، 2004 سنتحدث بعد الضربة الركنية، ولا زالت الخطورة مستمرة على مرمى الجزيرة. ضربة جزاء، ضربة جزاء لمصلحة الهلال، ضربة جزاء لمصلحة الهلال الآن، وسلامات للاعبين اللي واقعين على أرضية الملعب، وضربة جزاء. ماذا يحدث في عالم كرة القدم؟ كعالم مجنون بالفعل، يعني عالم الآن. الفريق الجزراوي يتقدم بهدفين، شوط المباراة الثاني يعود الهلال، والآن لدينا ضربة جزاء لمصلحة أسامة هوساوي في الكرة الماضية. سلامات أسامة لاعب طويل، وبالتالي يتقدم في الكرات العرضية للاستفادة من الطول البارع لهذا الرجل أسامة هوساوي، والآن يحصل على ضربة جزاء نادي الهلال السعودي. لكن سلامات للاعب سلطان برغش يظهر امامك، وأسامة هوساوي سلامات له. إذن ضربة جزاء وترقب كبير للجمهور الهلالي. قد يسجل الهلال، في حالة سجل الهلال الوضعية ممتازة. ميريرا دوي هو اللي على تنفيذ ضربة الجزاء، وميريرا دوي في هذا الموسم على مستوى الشامبيونز ليج لم يسجل، لكن ميريرا دوي لديه العديد من الأهداف، 5 على مستوى دوري المحترفين دوري زين السعودي، والآن على مستوى الشامبيونز ليج يريد أن يتواجد بالظهور الأول. أعصاب كبيرة على هذا الرجل، وميريرا دوي ربما ما يخيب ظنون عبد الرحمن بن مساعد، اسم روماني كبير في الملاعب السعودية. ميريرا دوي تصويبه، يا سلام، جول هلالي ثالث. من يقول الزين ما يكمل حلاه، كل شيء في الهلالي اكتمل، كل شيء في الهلالي اكتمل. قادمون لآسيا وبقوة، هكذا هم يقولون، وهكذا الواقع يتحدث. الهلال وردة الفعل، افرح يا جمهور، اسعد يا جمهور، استانس يا جمهور، إنك